السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد السيدة عائشة أو كما يدعى التنعيم، أحد مساجد مكة المكرمة. يقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة على مسافة 7 كيلومتر من الحرم المكي، ومنه يحرم أهالي مكة العمرة. واكتسب شهرته من كونه بني في الموضع الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر بالعمرة في حجة الوداع سنة 9 هجري. بالتنعيم لأنه وقع بين جبلين، أيمنها نعم وأيسرها نعيم. ويذكر أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر السيدة عائشة رضي الله عنها بالخروج له للإحرام بالعمرة في حجة الوداع، لذلك سمي المسجد باسمها. بني المسجد في عهد الخليفة المتوكل في عام 1240 هجرية على مساحة 6000 متر مربع، وتهدمت لاحقا معظم أجزائه، ثم أعيد بنائها وتوسعتها حتى أصبحت مساحته الإجمالية 84 ألف متر، تشمل المرافق التابعة له. يسع هذا المسجد 15 ألف مصلي، وعدد المآذن فيه مأذنتين. المسجد الشمال الغربي تنتهي حدوده عند التنعيم، وفي الشمال تنتهي حدوده عند الجعران على مسافة 13 ميلا، وفي الشرق على بعد 12 ميلا تنتهي حدوده بالقرب من عرفات، وفي الجنوب تصل حدوده إلى إضاءة لبن علي نحو 12 ميلا، وفي الغرب على بعد 23 كيلو متر من المسجد الحرام توجد حدوده بالقرب من الحديبية. اشتهر المسجد باسم السيدة عائشة رضي الله عنها، وذلك لإحرامها من الموضع الذي بني فيه المسجد في حجة الوداع سنة 9 هجرية. ارتبط المكان ارتباط وثيق بمقتل الصحابي الجليل خبيب بن عدي، أحد المسلمين الستة الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة إجابة لطلب رهط من هذيل لتعليمهم أمور الإسلام وقراءة القرآن. وقد كان حادث مقتله بعد معركة أحد وقريش تزل غاضبا، فخرجت قريش بخبيب بعد أسر، فنظر إليه قائلا: اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحد. ثم قتل رضوان الله عليه. في ليلة الإسراء والمعراج برضه في شهر رجب من سنة 64 للهجرة، خرج عبد الله بن الزبير مع أهل مكة إلى التنعيم، فأحرموا بقصد العمرة بعد أن أتم بناء الكعبة المشرفة. ودي كانت جولة بسيطة في مسجد السيدة عائشة أو التنعيم كما يقال عليه بمكة المكرمة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي هو الشتات واقف عنده حابب يشتري هو حاجة كده كان يشتري حاجة ها يرجعوا يجوا يلا يا ولاد. بعد دخولها بسم الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله. ما شاء الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. الله